السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهارده هنعمل مع بعض العيش البلدي الفلاحي البيتي. زي ما انتم شايفين انا بخبز اهوت. ده جزء من الفيديو، من قلب الفيديو من قلب يعني الفيديو، من اول الفيديو. من اول، مش من اول الفيديو، من الحاجات اللي اتعملت بقى في يعني. الفيديو. بس لسه هنجيب التفاصيل من اول وجديد، يعني اه لسه اه هنعيد التفاصيل ونقول عملنا ايه من الاول ومشينا ازاي وايه الخطوات وكده. بس يعني بنوريكم الاول احنا اول عملنا ايه. الفيديو مم. اول الفيديو اهو. ده العيش وهو خارج من العيش الفرن. خارج من الفرن اول ما خبزت. بالظبط. يلا بقى، اللي انت مشتركش في القناة يشترك، اعملوا لايك واشتركوا في القناة. تمام. انت هنخش بقى نعجن بالظبط. خطوات العجن مع بعض. معايا كيلو دقيق، معايا 4 كوبايات ميه بالكوبايه اللي شفتوها ديت، كيس خميره، معلقه سكر، معلقه ملح. وابدا بقى ايه اعجن هعجن الكيلو دقيق. كل ما انت بتعجني، طول ما انت بتعجني بعجن بتزودي ميه. بزود ميه، حتى 4 كوبايات ميه. طبعا بقى ما ياخد الايه العجين بقى، يعني ياخد ايه ميه. طبعا ما بيشرب الميه. بس انا ايه بعجنه بلته في الاول كده، ما بزودوش ميه في الاول، عشان ايه؟ يعني يبقى في عرق كده، يبقى ايه العيش ما يبرولش. حتى لو قعد يوم ولا 2 ما يبرولش. لازم انا قلته يعني جامد، عشان ايه؟ لو يبقى في عرق كده، ويبقى ايه الرغيف مفقع، ما يبقاش مبرول. بشربه يعني اول باول كده بقى ايه، حبه بحبه، حبه الميه حبه بحبه، وببل ايدي كده وايه، ولته كويس. كل ما لته كويس، كل ما ايه يبقى الرغيف مفقع ومش مبرول. مش بملاه ميه اشربه ميه كده جامد، لا، بلته حاجه حاجه كده. مجهدة اوي ما لازم ملته كويس، عشان ايه؟ ما يبقاش الرغيف ما يبرولش مني كده، يبقى الرغيف طالع مفقع من الفرن. يعني العجين بالطريقة دي هو الأولاد، اه القرص اه والتقريص مش والعجين. هزود ميه يعني اربه كده، لا. مم. انا بزوده شويه بشويه، عشان ايه؟ يبقى الرغيف يعني ايه. لما يتعجن يتعجن اه صح. مم. يبقى الرغيف طالع مشدد كده ومفقع. دلوقتي بقى ايه بطبه برضو كده، عشان افك الكلاكيع اللي في العجينه. فاضي اهو، مش نص كوبايه ميه فاضي. خدت 3 كوبايات ونص ميه كيلو دقيق. بروح ايه سطراه بالدقيق، والمه كده وايه واقفله بالدقيق، واغطيه، وانضف التشت كده من حواليه، واروح ايه مغطيه. اغطيه بصينيه او باي غطا، وبفوط بقى او ايه او حاجه تقيله عندك حطي عليه. انا هحط كيس مشمع كمان، وهحط ايه شال قديم كده، يعني انت روحتي المكان جنب الفرن تقيل، بقى؟ شال تقيل. رحت بقى قدام الفرن، هبقى ارش الرده، هرش رده على الطبليه. معايا رده على دقيق، هرشهم على الطبليه، تبدأي عشان اقرص تجهزي بقى. تجهزي ببدا المكان. اقرص بقى الايه العجين. كيلو دقيق، كيلو العيش. معايا شويه دقيق، يعني ساعات بقرصه على زيت، وساعات بقى زيت وميه، وساعات بقرصه على دقيق. اهو انا عاملاه صغير، مش عاملاه كبير، زي اللي هو وسط كده، يعني مش كبير قوي، زي عيش الطابونه. يعني يشد عن عيش الفرن شويه. اه بقرصه، احطه على الدقيق وايه، واحطه على الطبليه.
مم. عملتي من الكيلو بقى كام رغيف؟ عملت 13 رغيف او مم. 14، يعني 13 14. مم. 14 رغيف، اه. تقرصين هنا بقى اه جاهزين كده، انت اه قرصتيهم واحطه وحطيتيهم بقى على كده، دقيق. وايه، واغطيه مم. قد ربع ساعة، يعني نص ساعة، على ما يرتاح يعني شوية، ربع مم. ساعة. بس بعد احنا في كده. الشتاء يعني ايه طول شوية، هو قاعد في الخمر، يعني قعدته في الخمر يجي ساعة ساعة ونص. مم. حطيته في حتة دافية يعني، مم. وكلفته جامد. مم. دلوقتي بفرده بقى بالايه بالنشابة، اللي هي ما بت يعني ما بتعرفش تخبز، او مبتدئة لسه في الخبيز. بفرده كده بالايه بدون رح، يعني انا بعمله بدون رح. مم. بفرده بالنشابة، واحطه على المطرحة، افرده على ارحه على ايدي كده، واروح ايه فرداه على المطرحة، مم. واحدفه. ما برحش على المطرحة يعني. مم. افرده بالنشابة ايه، باللي هي العجلة ديت، واروح ايه تبدأي تحطي في خبزاه الفرن بقى. مخبز بقى. مم. شكل الفرن جميل. اه تجهزي واحد كمان. اه بخبز العيش، افرده برضو بالنشابة، اللي هي مبتدأة تعمل كده برضو ايه يعني هتعمل عيش. مم. اروحه برضو على ايدي اهوت، افرده شوية، واحطه على المطرحة، واروح ايه حطاه في الفرن على طول. أيوه. ما بريحش على المطرحة. أيوه. اللي هي ما بتعرفش مثلا تريح على المطرحة، ايه تروح فردة ايه بالنشابة، وتروح حطاه في الفرن على المطرحة، وتروح حطها على المطرحة على الفرن. الله، بيفقع بيعمل الرغيف بيكبر كده، شكله جميل جدا. بيتنفخ، اه. نفخ، شكله جميل جدا. دي النار دي قد ايه بقى انت عم حاطه؟ معلية يعني معلية النار. مم. هو العيش عايز النار العالية. الله، شكله جميل جدا. انا بقلب الرغيف من هنا ومن كل الجناب، عشان ايه ياخد يحمر زي حقه في بعضه. كل الله، شكله جميل، شكله جميل جدا. مم. تبدأي تعملي واحد جديد. بفرد برضو على الايه بالنشابة. العيش ده انا اللي مش هو. مكبراه يعني، مم. وانا يعني ايه يزيد عن الرغيف اللي هو بتاع الفرن، اللي هو في الرغيف العادي. اه ابو بريزة، يزيد عن ابو بريزة، لا كبير عن ابو بريزة كمان. أكبر بكتير صح. كبير. مم. نظافة، وتعملي الحاجة في البيت انت عاملاها وضامناها وكده. هروحها برضو على ايدي كده، اوسعه شوية، واروح حاطاه في الفرن. مم. يقعد في الفرن بقى لحد ما بعلي ايه. الفرن، اعلي النار برضو، يعني على ما ببطط الرغيف دوت بقى ايه بهدي النار شوية، واروح ايه معلية. مم. ايه بقى الفرق بين الرغيف ده والرغيف اللي بيتعمل في الفرن البلدي اللي في الشارع؟ لا ده طبعا انضف، انت حاجة عاملها ببيتك، حاجة بيتي، مم. معمولة في البيت ونضيفة وكده، بيبقى تقيل كده وتقيل وكثيف. اه. مم. واخد حقه يعني. انت بتعمليه ايوه على مرفوع، ايدك. ايوه بروحه بايدي اهو، واوسعه على ايدي شويه، واروح ايه احطها على مم. المطرح. دي المطرحة، اسمها المطرحة دي. اه مم. اللي انت بتعمليه ده المفروض 3 4 يعملوه، يعني انت بتعمليه ايوه ايوه لوحدك. انا بعمل
يعني واحدة تعجن وواحدة تقرص. بتبقى واحدة بتناول، واحدة بتوسع العيش، وواحدة انا بصور وانتي وبخبز. انتي بتقرصي وبتجهزي وبتصوري وماسكة الحديدة بتاعة الفرن دي، مولعة نار وماسكاها بإيدك عادي كده. عادي. مم. يعني مهمة شاقة جدا بس ممتعة أكيد يعني. الحاجة البيتي ما فيش انضف منها الواحد ممكن تعملي في الفرن البوتاجاز برضو. يعني تسخني الصاجة بتاعت الفرن البوتاجاز، تدفيها شوية كده، تسخنيها وتروحي ايه حاطة العيش، مم. هيقب برضو ايه من تحت، وافتحي الشواية يعني دقيقة كده. مم. وبرضو كنت بعمله على الطاسة من فوق، على البوتاجاز من فوق، مم. على عين البوتاجاز. مم. بعمله مرة على عين البوتاجاز. مم. يعني انتي تعمليها على عين البوتاجاز؟ عادي ممكن اعمله على عين البوتاجاز. الطاسة، في الطاسة ممكن يتلبس. ممكن يتخبز في الطاسة كمان يعني؟ ايوه. رغيف العيش يتعمل في الطاسة؟ ايوه. مم. يعني مش بس جوه فرن ايوه. البوتاجاز يتعمل في الطاسة. تفردي وتركنيه شوية، مم. يرفع شوية، يعني ايه قد 5 دقايق كده يرفع يريح، وتحطيه في الطاسة على طول. يا لازم تعمل لنا بقى الحاجات دي. اه. مم. او على دخ. يعني في الفرن من جوه، مم. تسخني الصاجة بتاعت البوتاجاز وتحطيه مم. هيتفرد. كانت في واحدة برضو بتسألني، ممكن تسخني الفرن وتحطي الايه، وتحطي العيش مم. يستوي من تحت، طلعيه بقى فوق في الشواية. مم. رمضان قرب بقى ان شاء الله. وتعمل لنا حاجات رمضان ان شاء الله. ان شاء الله بإذن الله، تحضرنا في رمضان ان شاء الله. بعمل لنا برضو عيش السحور ان بتاع شاء الله رمضان. بإذن الله ان شاء الله. عيش السحور الفترة بقى. الجاية ان شاء الله هنعمل العيش الكماج ان شاء الله. الكماج ده اللي هو الفلاحين بيقولوا عليه كماج. ان شاء الله. ما بتعرفيش برضو تريحي، برضو توسعي برضو بس تريحيه الاول كده، ايه وتريحي وتعمليه، بتفرديه بالنشابة او بالعجلة دي، مم. وتروحي حاطة في البوتاجاز حاجة. جميل واحمر مفقع جميل جدا. عامة الحاجة في البيت بتبقى نظيفة وكده، وحاجة اعملها بايدك. بقلب برضو الرغيف في الفرن. زمان بقى الأسر في الفلاحين ما كانوش بيشتروا عيش من الفران والحاجات دي، كان كل لا يوم طبعا، بيخبزوا. كله يصحوا خبيث. الفجر ايوه. يخبزوا. ايوه. يعني كان جميل، كانت أيام جميلة والله الفرن ريحة ده البيت، ريحة البيت بتبقى كلها يعني خير ان شاء الله، بتبقى حلوة في البيت برضو. خبيز كده في البيت بيبقى ريحته حلوة، خير في البيت. يعني واحدة ما جابتش مثلا عيش، هي نص كيلو دقيق، ومعلقة خميرة، ونص معلقة ملح صغيرة، ونص معلقة سكر، وهتعجنه وساعة وهيخمر، وتروح ايه مثلا يعني
مقرصاه وسايباه شويه يرتاح، وتروح برضو فرداه وتسيبه شويه برضو يرتاح، وتروح حاطاه في الطاسه. ما شاء الله يبقى هيقب ويبقى جميل ايوه، ويتفرد. يعني كل العجين والخبيث ده ممكن اه تعمله حتى لو نص كيلو مثلا، ما عندهاش عيش مثلا كده، هتعمل كده على طول. اه زي ما خرج انتوا اهو. شايفين العيش اهوت، خرج العيش بقى. ده كله بقى خد كام مني كام ساعة بقى؟ ما فيش ساعة والله خلصت. يعني ساعة خبز واحدة. هي بيخمر ساعة وربع ساعة حطيته قررته ارتاح، ورحت فرداه حطيته في الفرن على طول. يعني بكتير قوي اه ساعتين تكون اه العيش ده كون جاهز ان خلصت شاء ان الله. شاء الله. سواء في الفرن الكبير او في فرن اه البوتاجاز عادي في يعني الفرن العادي. البوتاجاز، او تسخن بس الصاجة وتروح حاطة الايه العيش مم. وهتدفى. والله وجبة جميلة جدا. انتوا شايفين اهو خلصته. خلصت كيلو ده كله 14 رغيف من كيلو دقيق. يلا لو عجبكم بقى الفيديو حطوا لايك واشتركوا في القناة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.